السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة الثالثة ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. النهارده ان شاء الله باذن الله مع تاني حصة من حصة الصف الثالث الثانوي في الأحياء، وهنتكلم فيها ان شاء الله باذن الله عن الدعامة في الإنسان أو فيما يعرف باسم الجهاز الهيكلي. ان شاء الله باذن الله أخوكم نشأت النهارده ان شاء الله باذن الله هيساعدنا في الشرح، وهتكون حصة سهلة ان شاء الله باذن الله وممتعة، وهنعيش ان شاء الله باذن الله اجمل اللحظات ان شاء الله باذن الله معاكم في الحصة ديت، وهنتعرف ان شاء الله باذن الله على الجهاز الهيكلي بالتفصيل ان شاء الله باذن الله. يا شباب احنا كده هنستاذن بس نشهد كده على ما نعمل المقدمه، وهنبدا ان شاء الله باذن الله ايه مع بعض واحده واحده كده نتعرف على الدعامه في الانسان. طبعا يا شباب احنا الدعامه في الانسان او الجهاز الهيكلي، الجهاز الهيكلي يا شباب بيتكون من مكونات اهمها الهيكل العظمي. طبعا الهيكل العظمي يا شباب هنتكلم فيه عن 206 عظمه بالتفصيل، وهنذكر كل العظام، وهنعرف في اخر الحصه ال 206 عظمه جم ازاي. بعد كده عندنا طبعا يا جماعه عندنا الغضاريف، والغضاريف يا شباب طبعا موجوده ما بين العظام، وهنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله بالتفصيل في الحصه القادمه. عندنا كمان يا شباب المفاصل والاربطه، وعندنا حاجه اسمها الاوتار. وبالتالي الجهاز الهيكلي يا شباب بيتكون عندنا من 5 مكونات: هيكل عظمي، حاجه اسمها الغضاريف، حاجه اسمها المفاصل، حاجه اسمها الاربطه، حاجه اسمها الاوتار. ونبدا النهارده ان شاء الله باذن الله نتكلم عن مين؟ عن الجهاز الهيكلي، والحصه القادمه ان شاء الله باذن الله نكمل باقي مكونات الجهاز الهيكلي. قبل ما ابدا في الهيكل العظمي ان شاء الله باذن الله اللي هنقول فيه 206 عظمه، قبل ما نبدا هنقول لك ايه اهميه الجهاز الهيكلي. الجهاز الهيكلي يا شباب هو دعامه، يبقى اذا اول حاجه تدعيم مين؟ تدعيم الجسم. رقم 2 حمايه بعض اعضاء الجسم. عندنا مثلا هنذكر في الحصه ديت ان القفص الصدري يا شباب بيحمي القلب والرئتين، والقفص الصدري ده يا جماعه هيكل عظمي. عندنا هنذكر كمان ان شاء الله باذن الله في الحصه ديت ان الجمجمه بتحمي المخ والحبل الجمجمه بتحمي المخ، والعمود الفقري بيحمي الحبل الشوكي. فمن وظائف الجهاز الهيكلي ان هو حمايه بعض اعضاء الجسم. ايضا يا جماعه ان الجهاز الهيكلي بيساهم في الحركه نظرا لوجود مفاصل، المفاصل ديت بتسهل الحركه، وهنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله بالتفصيل. بعد كده اخر حاجه طبعا الجهاز الهيكلي بيعطي للانسان الشكل المميز. بدون الجهاز الهيكلي فتقريبا انت هتكون كائن رخو، ليس لك شكل ثابت ولا شكل مميز. النهارده ان شاء الله باذن الله هنتكلم على اول المكونات، وهي الهيكل العظمي. والهيكل العظمي يا شباب بيتكون من 206 عظمه. 206 عظمه. طبعا ال 206 عظمه يا شباب لكل عظمه شكل وحجم تناسب مكان وجودها وتناسب وظيفتها. دلوقتي هنقول والله يا جماعه انه الهيكل العظمي ده مقسم لحاجه اسمها الهيكل المحوري، وحاجه اسمها الهيكل الطرفي. يبقى ال 206 عظمه مقسمين كالاتي: هيكل محوري هندرس فيها ان شاء الله باذن الله يا جماعه هندرس فيه 80 عظمه، والهيكل الطرفي ان شاء الله باذن الله هندرس فيه 126 عظمه، بحيث ان انا في نهايه الحصه ان شاء الله باذن الله تعرف ان انت عندك 206 عندك 206 عظمه. الهيكل المحوري يا شباب هندرس فيه حاجه اسمها العمود الفقري، وهندرس كمان ان شاء الله باذن الله الجمجمه، وهندرس كمان ان شاء الله باذن الله حاجه اسمها القفص الصدري. بينما الهيكل الطرفي يا شباب هندرس حاجه اسمها الحزام الصدري والطرفان العلويان او فيما يعرف باسم الهيكل الطرفي العلوي. وهندرس كمان ان شاء الله باذن الله حاجه اسمها الحزام الحوضي والطرفان السفليان، او فيما يعرف باسم يا جماعه الهيكل الطرفي السفلي. طبعا هنستاذن كده وندخل معانا نشأت في الحوار. فطبعا احنا رحبنا بيه في بدايه الحصه، ودلوقتي هنرحب بيه مره ثانيه، وهنقول كالاتي يا شباب: جمجمه، عمود فقري، قفص صدري يا شباب، دول كده اسمهم هيكل هيكل محوري. حزام صدري او عظام الكتف والطرفان العلويان. حزام حوضي من اسفل والطرفان السفليان يا شباب دول هيكونوا هيكل طرفي. عندنا هيكل الطرف العلوي، بنأكد تاني الهيكل الطرف العلوي يا شباب هو الحزام الصدري او عظام الكتف والطرفان العلويان، والهيكل الطرفي ايضا يشمل الحزام الحوضي من اسفل والطرفان اللي يا جماعه والطرفان السفليان. نبدأ ان شاء الله باذن الله باول حاجه معانا على طول العمود الفقري. اول حاجه في الهيكل المحوري
حاجه اسمها العمود الايه؟ العمود الفقري. بيبدا يوصف لي العمود الفقري بان هو محور. تاني يعني اول حاجه اتكلم عنها مين؟ العمود الفقري ده محور. يعني ايه محور يا مستر؟ المحور ده يا شباب يعني بيربط بعض اجزاء الجسم بعضها البعض. زي مثلا بنقول انه العمود الفقري بيتصل من اعلى بالجمجمه. العمود الفقري يتصل من اعلى بمين يا جماعه؟ بالايه؟ بالجمجمه. وفي منطقه الصدر يا شباب يتصل بالقفص الصدري. وفي منطقه الصدر يتصل بالقفص الصدري. والطرفان العلويان يتصل بالطرفان العلويان عن طريق حاجه اسمها عظام الكتف او الحزام مين؟ او الحزام الصدري. ومن اسفل يا شباب بيتصل بالطرفان السفليان عن طريق عظام الحزام الحوضي. تاني العمود الفقري يا جماعه محور يعمل على اتصال اجزاء الجسم مع بعضها الايه؟ البعض، حيث يتصل من اعلى بالجمجمه. وفي منطقه الصدر يا شباب يتصل بالقفص الصدري والطرفان العلويان عن طريق الحزام الصدري او عظام الكتف. ومن اسفل يتصل بالطرفان السفليان عن طريق عظام الحزام الحوضي. طيب يا مستر العمود الفقري ده موجود في جسمنا ليه؟ ايه وظيفته يا مستر؟ رقم واحد، انت جاي تدرس دعامه يا حبيبي، فطبيعي ان انت تقول العمود الفقري ده بيعمل تدعيم للجسم، يعني بيدي صلابه وقوه. رقم اتنين، بيحمي الحبل الشوكي، حمايه الحبل يا جماعه الايه؟ الشوكي. رقم ثلاثة طبعا بيساهم في حركه الراس والنصف العلوي من ايه يا جماعه؟ من ايه؟ من الجسم. يبقى اذا العمود الفقري له 3 وظائف طبقا للمنهج بتاعنا. تمام؟ رقم واحد تدعيم يا حبيبي، ليه؟ لانه بيدي صلابه وايه؟ بيدي صلابه وقوه. رقم اتنين يسهل من حركه الراس والنصف العلوي من الجسم. دلوقتي لما نحرك نشأة كده يمين وشمال، طبعا الجمجمه اهي، ده معناه ان اللي عندي فقرات هنا يا شباب ايه؟ فقرات متمفصله هنتكلم عنها دلوقتي. في مفاصل بتسهل الحركه، بالاضافه ان بتحمي الحبل الايه؟ الشوكي. الفقرات بتاعت العمود الفقري بتحمي الحبل يا جماعه الايه؟ الشوكي. طيب يا مستر العمود الفقري ده فيه كام فقره؟ اقول لك والله العمود الفقري نبدا من فوق لحد اخر فقره من تحت خالص عندنا 33 فقره. كام فقره يا مستر؟ 33 فقره. لكل فقره حجم وشكل تناسب مكان وجودها، وايضا قد تناسب ايه؟ تناسب وظيفتها. نبدا مع بعض كده ونقول عندنا ال 33 فقره مقسمين كالاتي يا شباب. اول حاجه عندنا حاجه اسمها الفقرات العنقيه. نبدا كده مع بعض ونقول عندنا اول حاجه يا شباب عندنا الفقرات مين؟ الفقرات العنقيه. الفقرات العنقيه انا شايف قدامي هنا اللي هي موجوده في منطقه العنق، موجوده في منطقه العنق يا شباب. طيب دول اول 7 فقرات، ولذلك انا هدرس ايه بقى؟ هقول والله اول حاجه الفقرات مين يا جماعه؟ الفقرات العنقيه. الفقرات العنقيه عددها كام يا مستر؟ عددها 7 فقرات. بتبدا منين يا مستر؟ اقول لك والله بتبدا من 1 وتنتهي عند 7. تمام؟ ده ترتيبها. يعني انا لو قلت لك الفقره رقم 1 هتقول لي عنقيه، الفقره رقم 2 هتقول لي عنقيه، 3 عنقيه. يبقى اذا انا عندي الفقرات من 1 لحد 7 فقرات عنقيه. يبقى ده الايه؟ ده الترتيب. نكتب كده ده العدد هنا، وده يا جماعه الايه؟ الترتيب. وانا هنا بتكلم على الفقرات مين يا شباب؟ بتكلم على الفقرات العنقيه. يا مستر الفقرات العنقيه ديت مكانها فين؟ المكان يا شباب موجوده في العنق، موجوده في العنق. طبعا اسفل ايه؟ اسفل الجمجمه. طب يا مستر الحجم بتاعها؟ الحجم بتاعها يا جماعه متوسطه الحجم، يعني ولا كبيره ولا صغيره. طب يا مستر الحاله بتاعتها؟ والله يا حبيبي الحاله بتاعتها حاجه من 2. احنا طول ما احنا شغالين في العمود الفقري فبنقول لا اما حاله متمفصله. يعني ايه متمفصله؟ لو ركزت كده وهو عمال الجهاز بيلف كده معايا هتلاقي ما بين الفقرات اللي هي لونها احمر ده مناطق بيضاء. المناطق البيضاء ديت يا جماعه ده ايه؟ دي عباره عن غضاريف، يعني في مفاصل هنا غضروفيه. فانا بالحاله ديت هقول ايه؟ هقول والله الحاله هنا يا جماعه متمفصله. متمفصله يعني ايه؟ يعني في مفاصل، والمفاصل فايدتها ايه؟ تسهل الحركه. تلاقي عندك العنق بيلف معاك عادي لأنه الفقرات هنا مش ملتحمة، الفقرات هنا متمفصلة. كلام جميل جدا. طيب يا مستر لو أنا عايز أتكلم على الفقرات اللي بعد كده هقول لك والله الفقرات اللي بعد كده عندنا اسمها الفقرات الظهرية. لو أنت ركزت معايا
في الفيديو او الشكل اللي شغال ده، هتلاقي ان الفقرات الظهريه يا جماعه بتبدا على اقصاد القفص الصدري. عددها كام يا مستر؟ عددها 12 فقره. يبقى الفقرات الظهريه عددها 12 فقره. تعالى كده يا نشأت معايا، معلش هتعبك معايا النهارده. دلوقتي كده الفقرات اللي فوق ديت فقرات ايه؟ فقرات عنقيه. نبدا مع اول ضلع، مع اول ضلع في القفص الصدري يا شباب هنلاقي فقره اسمها الفقره الظهريه، ويقال عليها ايضا الفقرات الصدريه. تبدا كده. طيب أول 7 عنقية، يبقى هبدأ الفقرات الظهرية من عند 8 نقول عليها ظهرية، 9 نقول عليها ظهرية، 10 نقول عليها ظهرية. أمشي لحد لما أعد على إيدي 12 فقرة. يبقى هبدأ كده من كام؟ هبدأ من 8 وانتهي عند كام؟ وانتهي عند 19. يبقى الفقرات الظهرية بتبدأ من عند رقم كام يا حبيبي؟ بتبدأ من عند رقم 8، 8 9 10 11 12 وهكذا لحد لما تصل 19. لما اجي اقول لك الفقره رقم 13 نوعها ايه؟ هتقول لي الفقره رقم 13 ظهريه، الفقره رقم 14 ايه؟ ظهريه، وهكذا. تمام؟ طيب 12 فقره. شويه كده ان شاء الله باذن الله هنتكلم معاك ونقول لك معاك 12 زوج من الضلوع. 12 زوج من الضلوع. ال 12 زوج من الضلوع دول بيمسكوا في ايه يا حبيبي؟ بيمسكوا في الفقرات الظهريه. الزوج الاول بيمسك في الفقره رقم 8، الزوج الثاني بيمسك في الفقره رقم 9، وهكذا وانت نازل. تمام؟ كلام جميل جدا. طيب يا مستر المكان بتاعها فين؟ تقول لي في الظهر. في الظهر فين؟ بمحاذاة القفص الصدري. يبقى الفقرات اللي موجودة على أقصاد القفص الصدري كلها فقرات ظهرية. طب الحجم بتاعها؟ الحجم بتاعها أكبر من العنقية. يبقى في معلومة مهمة جدا، العمود الفقري بيبدأ بفقرات صغيرة الحجم، بفقرات صغيرة في الحجم، وانا نازل كده الفقرات بيحصل لها ايه؟ الفقرات بيحصل لها ان هي تزيد في الحجم. يبقى العنقيه متوسطه، الظهريه اللي تحت منها اللي هي على اقصاد القفص الصدري اكبر منها، اكبر من العنقيه. الحاله بتاعتها يا حبيبي، الحاله بتاعتها متمفصله. يعني ايه متمفصله؟ يعني في بينها مفاصل عشان تسهل الايه؟ عشان تسهل الحركه. ناجي بعد كده يا جماعه للفقرات القطنيه. الفقرات القطنية يا شباب دي عددها 5. الفقرات القطنية، الفقرات القطنية عددها كام؟ عددها 5. ها يلا يا حبيبي احسب لي كده. يبقى تبدأ من كام؟ تبدأ يا جماعة معايا من الفقرة رقم 20. ليه؟ لأن أنت قلت الظهرية بتنتهي عند 19. كلام جميل جدا. هتبدا من عند 20. عد بقى 20 21 22 23 24. 5 فقرات عدهم على ايدك. يبقى تنتهي عند 24 الخمس فقرات. يبقى اقول لك الفقره رقم 22 تقول لي قطنيه، الفقره رقم 23 قطنيه، وهكذا. طيب نيجي نقول لك ايه الحجم بتاعها؟ يقول لك الحجم بتاعها دي اكبر الفقرات حجما. اكبر الفقرات يا جماعه ايه؟ حجما. والحاله بتاعتها ايه؟ متمفصله. نقف شويه عند الفقرات القطنيه. الفقرات القطنيه يا شباب موجوده فين؟ يقول لك والله موجوده عندنا في منطقه تواجه تجويف البطن. في منطقه تواجه تجويف البطن، يعني انت على قصاد بطنك من قدام كده، البطنك من قدام ديت، ومن ورا كده على قصادها على طول فقرات ايه؟ فقرات قطنيه. فيقول لك يبقى الفقرات ديت يا جماعه بتعمل ايه؟ تواجه تجويف البطن. لو شفنا كده معايا على الشاشه هنلاقي والله عند الفقرات القطنيه تحت القفص الصدري، اي تواجه تجويف البطن. تمام؟ اهي نكتب كده تواجه تجويف البطن. كلام جميل، صلوا على النبي. الفقرات القطنية ملحوظة مهمة جدا، هي أكبر الفقرات حجما. أكبر الفقرات يا شباب، أكبر الفقرات حجما. ليه أكبر الفقرات حجما؟ لأنه يقع عليها الثقل الأكبر من الجسم أو العبء الأكبر من الجسم. وإحنا اتفقنا إيه؟ إنه الفقرات من فوق بتنزل صغيرة بتكون صغيرة وتنزل على كبير، تكبر 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 لحد لما نصل للفقرات القطنية. والفقرات القطنية يا شباب هي أكبر الفقرات إيه؟ أكبر الفقرات حجما. يقول لك الفقرات القطنية ديت بتتعرض للانزلاق كتير. سعادتك عشان تحمي جسمك من انزلاق الفقرات القطنيه لازم تتبع شويه اساليب
او شويه تعليمات عشان ما يجيش عندك انزلاق غضروفي في فقرات مين؟ في الفقرات القطنيه. ويمكن من ضمن الحاجات اللي بتسهل علينا انه ربنا خلق لنا الفقرات القطنيه كبيره عشان تستحمل العبء بتاع جسمنا والثقل بتاع جسمنا اللي بيقع عليها. اول حاجه لما تيجي تميل وتشيل اي حاجه يقول لك لازم تنزل على رجليك في خطوه كده بنسميها ايه؟ بحيث ان رجليك يا جماعه تشيل معاك في الجسم. هوريك دلوقتي حاجه جميله جدا من ضمن الحاجات المهمه اللي تساعدك، يعني حاجه طريفه شويه. بيقول لك لو انت في يوم من الايام يعني بعد الشر عنك قتلت صاحبك وحبيت تشيل الجثه وتتخلص منها، الطريقه اللي قدامي ديت طريقه غلط. ليه؟ لان الطريقه ديت كده سعادتك عامل مشكله في الفقرات، والفقرات ديت هيجي لها انزلاق. طيب امال هتعمل ايه يا حبيبي عشان تحمي الفقرات القطنيه بتاعتك؟ عشان تحمي الفقرات القطنيه بتاعتك لازم تنزل برجليك. شوف الضغط اللي هو على الرجلين ده، شوف هو بيشيل بينزل على الرجلين الاول، وبعد كده بيبدا يشيل لايه؟ يشيل لاعلى ويتحرك ليه؟ لاعلى، بحيث ان الايه؟ الثقل او الجثه او الشكاره اللي انت هتشيلها او اي حاجه تقيله انت هتشيلها ما تاثرش على الفقرات القطنيه بايه؟ القطنيه بتاعتك. وبيجي لك في الامتحان اشكال، يعني ده بنقول شكل طريف، بيجي لك اشكال كده احيانا، واحده بتشيل ابنها، واحده بتشيل شكاره، واحد مش عارف بيشيل حاجه حديد، الكلام ده كله. ويقول لك ايه هو الشكل الصحيح؟ ايه هو الشكل الصحيح عشان تحمي الفقرات القطنيه بتاعتك من الانزلاق او تحمي العمود الفقري بتاعك من الانزلاق الغضروفي؟ فطبعا واضح قدامنا الصوره او الطريقه الصحيحه اللي احنا نشيل بيها الحاجه او الثقل اللي موجوده في الارض. طيب ناجي بعد كده، طبعا عندنا فقرات بعد كده يا شباب، فقرات بنسميها الفقرات الملتحمه. كل اللي فات ده يا جماعه لو حد ركز فيها كده هيلاقي معايا كالاتي، كلها ايه يا شباب؟ كلها متمفصله، كلها متمفصله. ادي متمفصله، دي متمفصله، دي متمفصله. تمام؟ احنا دلوقتي هنشتغل على ايه؟ هنشتغل على فقرات ملتحمه. مين الفقرات الملتحمه يا شباب؟ نبدا كده ويقول لك اول حاجه عندنا في الفقرات الملتحمه حاجه اسمها الفقرات العجزيه. بعد كده يا جماعه عندنا فقرات اسمها الفقرات العصعصيه. الفقرات العجزيه والعصعصيه هندرس برضو نفس القصه، يا ترى عددهم قد ايه؟ العدد. طب الترتيب بتاعهم بيبداوا من كام لكام؟ طيب يا مستر مثلا الحجم بتاعها، طب يا مستر الحاله بتاعتها، طب يا مستر المكان بتاعها. هقول لك والله نبدا بالعدد. العدد بتاع الفقرات العجزيه عددها 5. عددها كام يا مستر؟ 5. تقدر يا حبيبي تقول لي انت اخر حاجه في الفقرات القطنيه وصلت كام؟ انا اخر حاجه وصلت في الفقرات القطنيه عند 24. يبقى تلقائي يا حبيبي على طول هتقول لي الاتي، هتقول لي والله يبقى الفقرات العجزيه تبدا من 25 وتنتهي عند 29، لان هم 5، 25 26 27 28 29. حلو قوي. طيب ناجي يقول لك ايه بقى؟ طب تعالى للحجم. الحجم بتاعها والله هم بيوصفوها وصف كده ويقولوا عليها عريضه، عريضه ومفلطحه، عريضه ومفلطحه. فين دي يا مستر؟ اقول لك اهو، تعالى كده شوف معايا الجزء ده واضح قدامي على الشاشه. الجزء اللي هو باللون الاحمر ده يا جماعه ده فقرات عجزيه، فقرات عجزيه. مالها يا مستر؟ عريضه ومفلطحه. عشان تفهم اكتر بيقولوا عليها ملتحمه. يعني ايه يا مستر؟ يعني الخمس فقرات بادئين كده من فوق ومنتهين بالشكل ده كده يا جماعه اهي. دول كده كام يا مستر؟ دول 5. دي الفقره رقم كام؟ 25. طب دي كام؟ 26. طب واللي بعدها كام؟ 27. طب واللي بعدها كام؟ 28. طب واللي بعدها كام؟ 29. كل الفقرات هنا يا جماعه واخده الشكل العريض والمفلطح، واخده الشكل العريض والمفلطح. تمام كده؟ وملتحمه معا، مفيش مفاصل يا جماعه، كلها ملتحمه مع بعضها، كلها قطعه ايه؟ واحده، مفيش مفاصل غضروفيه. قدام شويه ان شاء الله باذن الله هنقول لك ان العريضه والمفلطحه دي او الفقرات العجزيه ديت مفيش مفاصل غضروفيه لكن في مفاصل ليفيه لما نيجي ندرس المفاصل ان شاء الله باذن الله، لان احنا هنقول ان المفاصل الليفيه ديت بعد كده بعد فتره العظام بتلتحم مع بعضها الايه؟ مع بعضها البعض وتتحول المفاصل الليفيه الى نسيج عظمي. تمام. خلينا دلوقتي احنا بنقول مالها يا مستر؟ بنقول عليها ملتحمه. ال 25 ال 26 ال 27 ال 28 ال 29 كلهم مالهم؟ كلهم ملتحمين. طب المكان يا مستر؟ واضح جدا في الفيديو ان الموجوده ما بين عظام الحوض، بين عظام الحوض.
طيب صلى على النبي. تعال بقى للفقرات العصوصيه. قال لك والله الفقرات العصوصيه يا شباب هو الجزء اللي موجود تحت خالص ده، الجزء الصغير ده. عددهم كام يا مستر؟ عددهم 4. طيب ترتيبهم انت وصلت في العجزيه لحد فين؟ وصلت لحد 29. يبقى سعادتك هتبدا من 30 لحد 33. تمام؟ دول 4 فقرات، 30 31 32 33، ادي 4 فقرات. ويبقى كده انت وصلت للرقم، اخر رقم. انت في البدايه قلت لي انه عدد فقرات العمود الفقري 33. 33 فقره رتبناهم من 1 لحد 7 عنقيه، من 8 لحد 19 ظهريه، من 20 لحد 24 قطنيه، من 25 لحد 29 عجزيه، من 30 لحد 33 مالها عصعصيه. طب الحجم بتاعها يا مستر؟ دي اصغر الفقرات حجما. واضح جدا اهو قدامي انا كده الحته الصغيره ديت، المفروض ان هي الحته اللي هي باللون الاحمر ده، المفروض ان هي ديت يا جماعه 4 فقرات. بس 4 فقرات مالهم يا جماعه؟ ملتحمه. نلاقيهم تحت الايه؟ تحت العجزيه. طيب مكانها فين؟ مكانها نهايه العمود الفقري. يبقى كده سريعا تاني احنا عندنا 5 انواع من الفقرات: عنقيه، ظهريه، قطنيه، عجزيه، عصعصيه. لو انت مصحصح معايا في الفيديو ده وفي الحصه دي هتجاوب لي على الاسئله دي، او هتركز معايا وهنشوف. طيب سعادتك انت عندك بتقول دلوقتي من 1 لحد 7، وبعد كده بتقول من 8 لحد 19، وبتقول من 20 لحد 24. دي كل الفقرات دي بنسميها متمفصلة. يبقى الفقرات المتمفصلة لما اجي اسألك سؤال واقول لك عدد الفقرات المتمفصلة هتقول لي 24 فقرة. مين يا مستر؟ يقول لك والله اهو الاولانيين دول من 1 ل7 دول عددهم 7، دول عنقية. من 8 ل 19 دول عددهم 12، دول ظهرية. من 20 ل 24 دول عددهم 5، دول قطنية. طيب لما اجي اقول لك عدد الفقرات الملتحمة هتقول لي والله من 25 لحد 29 دي حاجة، ومن 30 لحد 33 دي حاجة كمان. ازاي يا مستر؟ هقول لك دول كلهم اسمهم فقرات ملتحمة. عددهم كام يا مستر؟ عددهم 9، بحيث المجموع الكلي يبقى 33. طيب مين بقى دول؟ يقول لك من 25 ل 29 5 فقرات يا جماعة مالها؟ ملتحمة عجزية. ومن 30 ل 33 4 فقرات مالهم يا جماعة ايه؟ عصعصية. يبقى تاني اسأل سؤال: عدد الفقرات المتمفصلة كام؟ عدد الفقرات المتمفصلة 24. عدد الفقرات الملتحمة كام؟ عدد الفقرات الملتحمة 9. صح معايا يا بطل؟ صح معايا، كلام جميل جدا. طيب ركز معايا بقى في اللي جاي ده. دلوقتي انت في الشرح انا لاحظت حاجة يا مستر. لاحظت ايه يا حبيبي؟ لاحظت ان انت بتبدأ من عند 1 تمام ل 24. ملاحظ كده يا جماعة انه في المنطقة دي كده، لا كل ما اتكلم في المنطقة ديت الحجم يزيد. يعني ايه الحجم يزيد يا حبيبي؟ يعني معناها انه الفقرة رقم 2، الفقرة رقم 2 اكبر من 1، و3 اكبر من 2، وهكذا. يبقى لما اجي اقول لك دلوقتي 24 ديت اكبر حاجة، ايوه تاني 24 دي اكبر الفقرات حجما. ما اكبر الفقرات حجما؟ هي الفقره رقم كام يا شباب؟ الفقره رقم 24. ليه؟ لان انا لما ابدا من عند 1 اصل لحد 24 الفقرات بتزيد في الحجم معايا، بعد كده انزل تحت ال 24، انزل عند 25. من عند 25 هتلاقي العمود الفقري بدأ عندي يحصل ايه؟ بدأ يحصل يا شباب عندي انه الفقرات حجمها يقل لحد لما نوصل تحت خالص للفقرات مين؟ للفقرات العصية. يبقى عندي من 25 لحد 33 اللي بيحصل يا مستر؟ اللي بيحصل انه الحجم يقل. الحجم يحصل له يا جماعة ايه؟
يقل. يعني ايه يا مستر؟ يعني لما اقول لك 26 هتقول لي 26 اقل من 25. طب 27 تقول لي 27 اقل من 26 في الحجم، وبالتالي هنصل عند كام؟ عند 33. يبقى اصغر الفقرات حجما هي الفقره رقم كام؟ 33. ها تاني، من عند 1 لحد 24 بيحصل زياده في الحجم. اول ما اصل عند 25 يبدا الحجم ايه؟ يبدا الحجم يقل. وبالتالي احنا عندنا حاجه مهمه جدا. لو انا اتكلمت على حجم الفقرات هتعمل ايه؟ هتقول لي والله الحجم بيحصل له ايه؟ بيزيد لحد لما اصل عند الفقره رقم كام؟ لحد لما اصل للفقره رقم 24. واول ما اصل عند 24 يبدا الحجم يحصل له ايه؟ يبدا الحجم يحصل له يقل وهكذا. تمام؟ حلو قوي، كلام جميل جدا. طيب بالنسبه للفقره انت كده عرفت الدنيا ماشيه ازاي؟ ايوه عرفت ازاي. طب اسالك سؤال تاني بقى، لما اقول لك ما هي الفقره المنصفه للعنق؟ هتقول لي والله يا مستر معنى السؤال ايه هي الفقره التي تقع في منتصف العنق؟ تقول لي والله انا عندي الفقرات العنقيه بتبدا من 1 لحد 7. يا ترى الفقره اللي بتقع في منتصف العنق هي الفقره رقم كام؟ والله السبعه في نصها 4. يبقى اذا هقول والله هي الفقره رقم كام؟ رقم 4 هي التي تقع في منتصف العنق. تمام؟ طب صيغه تاني اقول لك ايه هي الفقره المنصفه للعمود الفقري؟ تقول لي يا مستر العمود الفقري كام فقره؟ 33. مين الفقرة اللي في نص العمود الفقري يا جماعة؟ تقول لي والله دي الفقرة رقم 17. الفقرة التي تقع في منتصف 33 فقرة هي الفقرة رقم كام؟ رقم 17. أسألك وأقول لك طب الفقرة المنصفة للعنق اللي هي فقرة رقم 17 دي نوعها إيه يا حبيبي؟ تقول لي والله نوعها ظهرية. حالتها يا حبيبي؟ تقول لي متمفصلة. موجودة فين يا حبيبي؟ موجودة في الظهر بمحاذاة القفص الصدري. افضل اسالك عليها شويه ايه؟ شويه اسئله وهكذا. تمام؟ كلام جميل جدا. دلوقتي انت سعادتك عايز تعمل الاتي، عايز ايه؟ عايز اتعرف على تركيب الفقره. دلوقتي جبنا فقره اهي قدامنا، والفقره اللي قدامنا دي يا شباب هنتعرف على تركيبها. خلعناها كده عشان نشوف مما تتكون الفقره. صلوا على النبي. دلوقتي قدامنا الفقرة وضعها الطبيعي بيكون بالشكل ده، لكن هو في الكتاب تمام عملها لي بشكل امامي بالشكل ده زي الشكل اللي قدامنا ده. رجالة الازهر او دكاترة الازهر مطالبين دايما برسمة الفقرة، يعني سنويا بتاجي تقريبا رسمة الفقرة دي. فلما يجي يرسم الفقرة ما يرسمهاش كده، بيرسمها في الوضع ده كده يا جماعه. الوضع ده ارسمها ازاي يا مستر عشان اتعرف على بياناتها؟ اقول لك والله انا هرسم بالشكل ده كده. هقول اول حاجه عندي حاجه اسمها جسم الفقره ده يا جماعه، جسم الفقره اهو. ثم بعد ذلك عندنا فراغ بنسميه القناة العصبية أو الحلقة الشوكية اللي بيمر منها الحبل مين؟ اللي بيمر منها الحبل الشوكي. طب دي هرسمها ازاي؟ هرسمها بالشكل ده اهو. طيب نيجي بعد كده عندنا شوية زوائد. ايه الزوائد ديت؟ بيقولوا عليها النتوءات. بيقولوا عليها يا جماعة ايه؟ نتوءات. نبدأ كده نرسم النتوءات مع بعض اهي. ادي النتوءات يا شباب. اول حاجه اسمها نتوء مستعرض. النتوء يا جماعه ايه؟ مستعرض. متصل معاها يا جماعه نتوء مفصلي امامي. طيب وبعد كده يا مستر نقول والله عندنا الفقره عندنا فيها حاجه اسمها نتوء مفصلي خلفي وحاجه اسمها نتوء شوكي. اللي انت رسمته الجنب ده هترسمه مره تاني. هنا هتقول ايه بقى يا حبيبي؟ ادي نتوء مستعرض، وبعد كده نتوء مفصلي امامي، وبعد كده سعادتك هتقول الآتي. عندنا حاجة اسمها نتوء مفصلي خلفي ثم نتوء شوكي وهكذا اهو. دي كده رسمة الفقرة. طيب نمشي واحدة واحدة بقى.
دي اسمها ايه يا حبيبي؟ دي اسمها جسم الفقرة، جسم الفقرة. طيب وده اسمه ايه؟ ده اسمه نتوء مستعرض، نتوء مستعرض. طيب وده اسمها نتوء مفصلي امامي. طب واللي بعده اسمه ايه؟ نتوء مفصلي خلفي. طب واللي بعده في حاجه اسمها نتوء شوكي. كلام جميل. طيب والفراغ ده او التجويف ده ده كده يا جماعه دي اسمها قناه عصبيه يحيط بها حلقه ايه؟ حلقه شوكيه. عشان نوضح اكتر فاحنا هنجيب الشكلين، الشكل الامامي اللي هو موجود معانا والشكل الطبيعي اللي هو ده. تاني واحده واحده بقى كده. دلوقتي انا عندي نشأة اهو، قلنا معلش هنتعبوا معانا كتير الحصه دي، فهنقول والله جسم الفقره بيكون ظاهر من قدام. جسم الفقره ده يا شباب، جسم الفقره اللي قدام ده بيكون ظاهر من قدام، ظاهر من ناحيه البطن يا جماعه. جسم الفقره من قدام يا شباب اهو، تمام. فلما يجي يقول لي جسم الفقره اقول له جزء امامي سميك، جزء امامي سميك، تمام. حلو قوي. نجي بعد كده يقول لك طيب والنتوء المستعرض؟ قال لك والله النتوءات بتظهر من الخلف. كل اللي ورا ديت النتوءات يا شباب اهي، تمام. ده النتوء الشوكي، ده نتوء مستعرض، وهكذا. طيب صلوا على النبي. دلوقتي عندي نتوء من على الجنب، لاحظ كلمة مستعرض، لاحظ كلمة مستعرض، ده اسمه نتوء ايه يا جماعة؟ ايه؟ مستعرض. يقولوا على النتوء المستعرض الجنب ده مكسور شوية، يقولوا على النتوء المستعرض ايه؟ زائدتان عظميتان، اللي انا ماسكهم دول، زائدتان عظميتان تخرجان من جانبي جسم الفقرة في وضع افقي. كل نتوء مستعرض يا شباب يحمل نتوء مفصلي امامي. يبقى الحته اللي فوق دي يا جماعه ايه؟ نتوء مفصلي امامي. دي يا جماعه ايه؟ دي نتوء مفصلي امامي. حلو قوي. طيب ها، نتوء مستعرض يحمل نتوء مفصلي امامي. طب مين ده؟ ده النتوء الشوكي. ده مين يا جماعه؟ ده النتوء الشوكي. يحمل ايه النتوء الشوكي؟ يحمل نتوءان من تحت بقى، نبص عليهم كده من تحت، نتوءان مفصليان خلفيان. ها، نتوء مستعرض يحمل امامي، نتوء شوكي يحمل خلفي، ثم عندنا الحلقه الشوكيه، ثم عندنا الحلقه الشوكيه. الحلقه الشوكيه بها قناه عصبيه يمر منها الحبل الشوكي وتعمل على ايه يا جماعه؟ وتعمل على حمايته. تاني الفقره يا جماعه، الفقره مالها؟ لها جزء امامي سميك يسمى جسم الفقره، يسمى يا جماعه ايه؟ جسم الفقره. ولها نتوءان مستعرضان، ادي نتوء مستعرض ولا نتوء مستعرض، يحمل كل منهما نتوء مفصلي امامي، يحمل كل منهما نتوء مفصلي امامي. وعندنا نتوء شوكي. النتوء الشوكي لو ركزت كده مع نشأة هتلاقي النتوء الشوكي ده يا جماعه هو البروز ده كده الطويل ده. فلما يجي يوصف النتوء الشوكي يقول لك ايه بقى؟ النتوء الشوكي زائده خلفيه، زائده يا جماعه ايه؟ خلفيه، يعني ما بيظهرش من ناحيه البطن، ده بتظهر من ناحيه الظهر، زائده خلفيه، مائله الى اسفل، مائله الى اسفل، مائله الى اسفل. الشرح الرسم حاجه والشرح حاجه تانية خالص، لان احنا الشرح جاي على المنظر الطبيعي. فعشان كده دايما بنستعين بفقرات او نستعين بالعمود الفقري في نشأة بحيث انه يساعدنا في الشرح ده. تاني، النتوء الشوكي زائده خلفيه مائله الى اسفل، مائله الى اسفل، تمام. المائله الى اسفل ديت يا جماعه تحمل نتوءين مفصليين خلفيين. ولذلك عشان نسهل الدنيا شويه هنعمل ايه؟ يقول لك والله تذكر معايا كده اللي انت قلت يا جماعه ايه؟ المستعرض، المستعرض يحمل ايه؟ يحمل امامي، والشوكي يحمل خلفي. بصيغه تاني واكد بمعلومه تانيه مهمه جدا. الامامي يا جماعه في الوضع الطبيعي الامامي بيكون فوق، يبقى جنب امامي ديت انا ممكن اكتب علوي، والخلفي بيكون من تحت، والخلفي بيكون من تحت، نتوء مفصلي خلفي بيكون من تحت، يبقى عند الخلف ده هكتب سفلي. انا كده الرسمه قد توحي لك ان هي حاجه تانية خالص، لكن الرسمه ديت احنا رسمينها ايه؟ رسمينها في الوضع الواقف ده كده يا شباب، رسمينها في الوضع الواقف. يبقى بالتالي انت سعادتك ايه؟ سعادتك لما تذاكرها افتكر الشكل ده كويس، افتكر المنظر الطبيعي بتاعها ده. طيب
يا مستر انا دلوقتي الفقرات بتمسك مع بعضيها. ايوه بتمسك مع بعضيها يا حبيبي. ازاي بقى؟ تقول لي كالاتي. لو انا عندي مثلا، ولا كمثال مثلا عندي الفقره رقم 16 وعندي الفقره رقم 17، تقول لي والله في بيناتهم غضروف. ايوه في بيناتهم غضروف. ده يا جماعه نسميه مفصل غضروفي. تمام؟ يبقى المنطقه دي نسميها مفصل ايه؟ غضروفي، الاحتواء على الغضروف. وما تنساش بقى حته مهمه جدا، يقول لك ال 16 عندها اتنين من تحت. عندها اتنين من تحت، اسمهم ايه بقى الاتنين دول؟ اسمهم نتوءان مفصليان خلفيان. ها دول ايه يا جماعه؟ مفصلي ايه؟ مفصلي خلفي. طيب وال 17 عندها لو هبص من فوق عندها اتنين من فوق، اسمهم ايه بقى دول؟ نتوءان مفصليان اماميان. يبقى ده نتوء مفصلي ايه؟ امامي. وال 17 عندها اتنين من تحت، يبقى اي فقره عندها نتوءان مفصليان اماميان دول بيكونوا فوق، وخلفيان بيكونوا من تحت. ادي النتوء مفصلي خلفي. وال 16 عندها اتنين من فوق، نتوء مفصلي امامي. حلو كده؟ حلو كده. ايه اللي هيتم دلوقتي يا حبيبي؟ اللي هيتم معايا كالاتي. اقول لك جسم الفقره بيتصل مع جسم الفقره عن طريق مفصل غضروفي او يوجد بينها غضروف. بينما النتوءات المفصليه تقول لي المفصلي الخلفي لمين؟ للفقره 16 بتمسك بالمفصل الامامي للفقره 17 عن طريق مفصل هناخده المره الجايه، حاجه اسمها مفصل زلالي. تاني، كيف تتصل الفقرات مع بعضها؟ جسم الفقره مع جسم الفقره مفصل غضروفي، الخلفي بتاع الفقره اللي فوق، الخلفي بتاع 16 يمسك مع الامامي بتاع 17. طب لو انت ما فهمتش الحته ديت معلش نعيد تاني مع فقره تانيه. اجيب فقره رقم مثلا 18، الفقره رقم 18 ليه جبتها؟ لان هي اللي تحت ال 17. تقول لي ايه؟ اقول لك والله ال 17 دي وال 18 بيناتهم ايه يا حبيبي؟ بيناتهم غضروف، يبقى بيناتهم مفصل غضروفي. ده مين؟ ده الجسم مع الجسم. يبقى كل جسم مع جسم يا جماعه، جسم الفقره بيناتها مفصل ايه؟ مفصل غضروفي. طب حلو، ال 17 عندها اتنين من تحت، اللي هم نتوءان مفصليان ايه؟ خلفيان. وال 18 عندها اتنين من فوق. يبقى اذا اقول المفصلي الخلفي بتاع ال 17 بيمسك بالمفصلي الامامي بتاع ال 18 بمفصل زلالي. في بيناتهم مفاصل يا جماعه ايه؟ مفاصل زلاليه. وهكذا لو انت شاطر فكر معايا كده، لو انا جبت لك مثلا 12 الفقره رقم 12 والفقره رقم 13، مين مع مين هيمسكوا؟ تقول لي الجسم مع الجسم. ها طيب مين في 12؟ تعالى للنتوءات المفصليه، مين في 12 هيمسك مع مين في 13؟ هتقول لي الخلفي بتاع 12 هيمسك في الامامي بتاع 13، لانه الخلفي بيكون من تحت، والامامي بيكون من فوق. تمام؟ دي كيفيه ايه؟ اتصال النتوءات ايه مع بعضها اللي يا جماعه مع بعضها البعض. كلام جميل جدا. طيب نيجي بعد كده يا شباب، لما يجي يسالني سؤال ويقول لي مثلا كم عدد النتوءات في الفقره؟ عد معايا: 2 مستعرض، 2 امامي، 2 خلفي، 1 شوكي. يبقى عدد النتوءات كام؟ عدد النتوءات 7. لما يجي يقول لي طب عدد ازواج النتوءات، اقول له عدد الازواج النتوءات 3. هو عايز الازواج مش عايز فردي. يبقى ايه؟ عندنا الزوج الاول نتوءان مستعرضان، عندنا الزوج الثاني نتوءان مفصليان اماميان، عندنا الزوج الثالث نتوءان مفصليان خلفيان. الشوكي لا يحسب زوج لانه ايه؟ لانه فردي. تمام؟ يبقى عدد ازواج النتوءات 3، اما عدد النتوءات بشكل عام 7. كلام جميل جدا. صلوا على النبي. ده بنوضح بيها ازاي الفقرات بتمسك مع بعضها. يقول لك والله انا عندي فقره اهي عندها تحت كده نتوء مفصلي خلفي، والفقره س عندها امامي، فالخلفي بتاع صاد بتمسك بالامامي بتاع مين؟ بتاع س، زي ما ادينا الامثله. هل الفقرات كلها لها نفس الشكل؟ طبعا لا، الفقرات كلها مش ليها نفس الشكل، بدليل ان احنا برضو عندنا فقره اهي وعندنا فقره اهي. الفقرتين اللي قدامنا دول يا شباب مش نفس الشكل. الفقره اللي انا كنت بشرح عليها ديت اسمها الفقره النموذجيه. الفقره دي يا جماعه النموذجيه اللي فيها جسم وفيها قناه وفيها نتوءات، فيها كل حاجه.
طب ودي يا مستر دي الفقرة العنقية الأولى. لو حد بص على الفقرة العنقية الأولى هيلاقي أول حاجة القناة العصبية بتاعتها كبيرة أو الحلقة الشوكية بتاعتها كبيرة. ليه؟ عشان قطر الحبل الشوكي اللي وهو نازل لسه من المخ يا جماعة بيكون كبير. طب فين جسم الفقرة؟ مفيش جسم فقرة. طب فين النتوء الشوكي؟ مفيش نتوء شوكي. يبقى الفقرة التي ليس لها جسم فقرة وليس لها نتوء شوكي هي الفقرة مين يا جماعة؟ الفقرة العنقية الأولى. وهنا بنأكد الفقرات كلها مش نفس الشكل، الفقرات كلها مش نفس الشكل. احنا شرحنا الأول فقرة نموذجية وجايين نأكد. يقول لك والله الفقرات العنقية يا شباب ليها 3 أشكال. الفقرة العنقية الأولى لها شكل خاص بيها، مفيش أي فقرة تانية تشبهها اللي هي قدامنا دي، تمام؟ الفقرة العنقية الثانية لها شكل. الفقرة العنقية الثالثة بقى والرابعة والخامسة والستة والسبعة، يعني 3 4 5 6 7 لهم شكل. وبالتالي لما اسالك الفقرات العنقيه لها كم شكل هتقول لي 3 اشكال، حيث العنقيه تمتلك شكلا خاصا بها. والفقره الثانيه العنقيه الاولى لها شكل خاص بها، والفقره العنقيه الثانيه لها شكل خاص بها، ومن 3 لحد 7 لها شكل. يبقى الفقرات العنقيه لها كم شكل يا جماعه؟ 3 اشكال واضحه قدامنا وهتلاقيها عندك في المذكره موجوده، تمام؟ ايضا يلاحظ ان الفقرات العنقيه اللي هي رقم 3 النتوء الشوكي بتاعها مشقوق مقسوم نصين. ركز في النتوء الشوكي يا شباب اهو، ده النتوء الشوكي مشقوق، تمام؟ بعد كده الفقرات الظهريه لها شكل خاص بيها، الفقرات القطنيه لها شكل خاص بيها، الفقرات العجزيه شكل خاص بيها، العصعصيه خاص بيها. يبقى اذا اقول لك عدد اشكال الفقرات في العمود الفقري. ايه الاشكال؟ تقول لي 3 عنقيه، واحده ظهريه، واحده قطنيه، واحده عجزيه، واحده عصعصيه، يبقى عندنا 7 اشكال. عندنا كم شكل يا جماعه؟ عدد اشكال فقرات العمود الفقري كام؟ 7 7 اشكال. تقول لي يا مستر انا ملاحظ كمان في الصوره دي ان العمود الفقري مش نازل مستقيم. اقول لك ايوه، عندنا 4 انحناءات. عندنا الانحناء الاولاني اللي هو الانحناء رقم 1 بيسموه انحناء عنقي. انحناء ايه يا جماعه؟ عنقي، محدب للامام مقعر للخلف، محدب للامام مقعر للخلف. يعني عامل ازاي؟ عامل كده اهو، عامل كده، تمام؟ اهو ادي محدب للامام، ده الامام، ده الاتجاه الامامي اهو، تمام؟ مقعر من الخلف. كلام جميل جدا. طب بص على الانحناء رقم 2 اللي هو بتاع الفقرات الظهريه اللي هي على اقصاد القفص الصدري. هيبقى ازاي يا جماعه؟ قال لك هيبقى بالشكل ده كده. قال له ده ايه ده؟ ده محدب هنا، محدب في الخلف، مقعر من مين؟ مقعر من الامام، تمام؟ ولذلك الناس اللي بتقعد كده على كرسي وتلاقي ظهرها اترمى لورا شويه يقول لك ده عنده اتب. ليه؟ لان الفقرات الظهريه بترجع لايه؟ بترجع للخلف، لان محدبه للخلف. بعد كده تنزل للفقرات القطنيه، تلاقي الفقرات القطنيه محدبه للامام. يبقى هنا الجنب ده محدب اهو، الجنب ده محدب، ماله؟ محدب للامام مقعر من الخلف. طيب بعد كده يا شباب تلاقي عندنا الفقرات العجزيه والعصعصيه العكس طبعا، بنلاقي ان هي محدبه للخلف مقعره للامام. ويبقى انا عندي كده يا جماعه كم انحناء؟ عندي 4 انحناءات. ده الانحناء رقم 1، ده الانحناء رقم 2، ده الانحناء رقم 3، ده الانحناء رقم 4. ونعيدهم كده سريعا: 1 محدب للامام مقعر للخلف، 2 الفقرات الظهريه دي يا شباب محدبه للخلف مقعره للامام. بعد كده عندنا الفقرات القطنيه محدبه للامام. الناس اللي عندها كرش تلاقي الفقرات القطنيه ضغط على البطن لانه محدبه للامام فبتزود حجم الكرش شويه. بعد كده عندنا الفقرات مين؟ عندنا الفقرات العجزيه والعصعصيه بتكون عكس، وهكذا. طيب لو حد ركز هيلاقي انه الظهريه مع العجزيه والعصعصيه واخدين نفس الاتجاه، بينما الفقرات العنقيه مع القطنيه هيلاقيهم واخدين واخدين اتجاه لوحدهم اللي هم للامام. كلام جميل جدا. طيب طبعا ده الشرح بتاع الملاحظات اللي احنا قلناها. نيجي بعد كده ندخل، خلصنا كده العمود الفقري
وندخل ان شاء الله باذن الله على رقم 2 وهي الجمجمه. ها افتكر معايا يا حبيبي، احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا انه الهيكل المحوري بيشمل ايه؟ اول حاجه العمود مين؟ العمود الفقري، وده كان اهم حاجه عندنا. رقم 2 الجمجمه. تمام. الجمجمه يا جماعه كلمتين ورد غطام زي ما بيقولوا. الجمجمه بتتكون من نصفين. تمام. النصف الخلفي او الجزء الخلفي، هنقول بقى تتكون من جزئين، الجزء الخلفي او المخي. يبقى من ورا كده يا جماعه الجزء الخلفي او الايه؟ او المخي اهو. تمام. ومن قدام يا شباب هنسميه الجزء الجبهي او الوجهي. الجزء الجبهي او الوجهي. تمام. حلو قوي. بص كده معايا على الشكل اللي موجود قدامنا ده اهو. اللي قدامنا ده يا شباب ده الجزء الخلفي، واللي من قدام ده يا جماعه ده الجزء الامامي او الايه؟ او الجبهي، او اللي يا جماعه الايه؟ الجبهي. نبدا يا جماعه بالايه؟ بالجزء الايه؟ بالجزء الخلفي. الجزء الخلفي يا شباب، الجزء الخلفي او اللي بيسموه المخي بيتكون من 8 عظام. يا مستر انا جمجمت من ورا فيها 8 عظام؟ ايوه 8 عظام بس ملتحمين مع بعض، تتصل مع بعضها اتصالا متينا عند اطرافها المسننه. ايه ازاي يا مستر ده؟ اقول لك بص معايا كده هنا هتلاقي مكان الاتصال لسه موجود، العظام داخله في بعضيها. ادي لك مثال تاني، اقول لك وانت قاعد في البيت كده امك تقول لك اوعى تدوس على راس اخوك. ليه؟ راس اخوك طريه لسه ما التحمتش، فيها مفاصل. تمام. هذه المفاصل في حواليها كم عظمه؟ 8 عظام. 8 عظام مالها؟ مع مرور الزمن بتلتئم مع بعضها وتلتحم مع بعضها عند اطرافها الايه؟ عند اطرافها المسننه وتدخل مع بعضها يا شباب. تمام. في الجزء المخ ده يا جماعه سموه المخ ليه؟ لانه مسؤول عن حمايه المخ، يشكل تجويف. ده تجويف بيحمي مين؟ بيحمي المخ. كلام جميل جدا. في الجزء الخلفي يا شباب هنلاقي عندنا حاجة اسمها الثقب الكبير. لو حد ركز كده في الجمجمة من تحت خالص، في الجمجمة من تحت خالص في حاجة اسمها الثقب الكبير. في الجمجمة من تحت خالص في الجزء الخلفي من تحت هنا كده في حاجة اسمها الثقب مين؟ الثقب الكبير. لازمته ايه يا حبيبي؟ لازمته ان هو بيصل المخ ده بالحبل مين؟ بالحبل الشوكي بتاع العمود الفقري، عشان يتصل الجهاز العصبي المركزي مع بعضه. لكي يتصل المخ بالحبل الشوكي لابد من وجود فتحة بنسميها الثقب مين؟ بنسميها الثقب الكبير. ناجي للجزء بقى الايه؟ الجزء الجبهي. الجزء الجبهي يا حبيبي اللي هو الجزء اللي قدام ده بيشمل عظام الوجه. يشمل عظام مين؟ الوجه والفكين. عندك فك علوي وفك سفلي ومواضع اعضاء الحس، مكان للعينين، مكان للانف، مكان للفم، دي اسمها مواضع اعضاء الحس، مكان للاذنين. تمام. كلام جميل جدا. يا مستر انا عندي الجمجمه يا شباب فيها الجزء الامامي ده كم عظمه؟ 14 عظمه. يبقى المجموع كام يا مستر؟ يبقى المجموع 22 عظمه. كام يا مستر؟ 22 عظمه. تقول لي يا مستر هل ما فيش حاجه تاني في الجمجمه؟ اقول لك لا، في حاجه اسمها العظام الملحقه. العظام يا جماعه الايه؟ الملحقه. العظام الملحقه دي يا شباب مالها؟ طبعا في عندنا كده حاجه اسمها 6 عظيمات سمعيه. 3 عظيمات سمعيه في الاذن من هنا، و3 عظيمات سمعيه في الاذن من هنا، مسؤوله عن السمع. هي لا تشكل الجمجمه وانما موجوده في الاذن من الداخل، مسؤوله عن السمع، فهي ملحقه بالجمجمه. في عظمه هنلاقيها موجوده عند الفك السفلي من تحت اسمها عظمه اللامي. اسمها عظمه ايه يا حبيبي؟ اللامي. اللي انا ماسكها ديت وعمال احرك فيها اسمها عظمه مين؟ اللامي. يبقى في الحاله دي عندي من ضمن العظام الملحقه عظمه اسمها عظمه مين؟ عظمه اللامي. جمع بقى معايا كده، الجمجمه يا حبيبي فيها كام؟ فيها 8 جزء مخي او خلفي، وفيها 14 جزء امامي، وفيها عظام ملحقه 7. ملحقه 7 اللي هي العظيمات السمعيه وعظمه اللامي. يبقى المجموع كام يا حبيبي؟ 29. وما تنساش ان العمود الفقري فيه 26 عظمه. ما تنساش ان العمود الفقري
فيه 26 عظمة. ازاي يا مستر العمود الفقري فيه 26 عظمة؟ اقول لك والله في قاعدة بتقول الآتي، بتقول ان العظام الملتحمة تحسب عظمة مين يا جماعة؟ تحسب عظمة واحدة. تاني، العظام الملتحمة تحسب عظمة واحدة. ازاي؟ اقول لك والله انا عندي 7 عنقية، هل ملتحمة؟ لا، يبقى عندي 7 عظام. تمام، خلينا كده نقول ده الفقرات، تمام، ودي العظام. طيب نيجي بعد كده يقول لك انت عندك 12 ظهرية. تقول لي والله يبقى انا عندي 12 عظمة لانها متمفصلة. تقول لي عندي 5 قطنية. اقول لك يبقى عندك 5 عظام نسموهم قطنية لانها متمفصلة. تقول لي انا عندي بقى 5 عجزية. مالها بقى ال5 العجزية؟ ملتحمة تحسب عظمة واحدة. عندك 4 عصعصية. 4 عصعصية، الأربعة العصعصية يتحسبوا عظمة واحدة لأنها ملتحمة. فلما أجي أقول لك لو سمحت جمع بقى كده، هتقول لي الآتي، هتقول لي والله أنا عندي كده 33 فقرة. عدد الفقرات كام؟ 33 فقرة. طب عدد عظام العمود الفقري، عدد عظام العمود الفقري يا حبيبي يبقى 26 عظمة. جمع 7 12 5 1 1. ليه؟ لأن العظام الملتحمة تحسب عظمة مين؟ واحدة. ولذلك أنا لما أجي أقول لك دلوقتي إحنا عملنا إيه دلوقتي؟ تقول لي والله عملنا الآتي، خدنا مين؟ خدنا العمود الفقري. ادي العمود الفقري في كم عظمة يا حبيبي؟ 26 عظمة. وخدت الجمجمة. ايوه، في كم عظمة الجمجمة وملحقاتها؟ تمام، دي 29. حلو، فاضل لنا كده مين؟ القفص. مين؟ القفص الصدري. ده كده اسمهم ايه مع بعض؟ الهيكل مين؟ الهيكل المحوري. تتوقع معايا لو قلت لك الهيكل المحوري ده عندنا بيساوي 80 عظمة؟ تقول لي بسيطة، العمود الفقري 26، الجمجمة وملحقاتها 29، يبقى أكيد القفص الصدري هيطلع معايا 25، بحيث إن المجموع كله يدينا كام عظمة يا جماعة؟ 80 عظمة. هانت يا شباب اهي، هانت خلاص اهو، قربنا نخلص. كلام جميل. نبدأ ونقول معايا الآتي. دلوقتي انت هتشرح مين يا مستر؟ هشرح القفص الصدري. القفص الصدري ده يا شباب لو حد ركز كده فيه، تعالى كده نجيب نشأة احسن ونوريكم الشكل بتاعه. تمام، لو حد ركز يا شباب هيلاقي الضلوع من فوق قصيرة. تمام، سيبك من العظمية اللي فوق، العظمية اللي فوق ديت اسمها الترقوة. اسمها الايه؟ الترقوة، دي اللي موجودة في الكتف من فوق. انا عندي اول ضلع هنا اللي فيه غضروف، تاني ضلع، تالت ضلع. الله، ده الضلع من اللي اولا ده كان قصير وعمال يكبر عمال يكبر عمال يكبر، الضلوع لحد رقم 10 بتكبر، ونجي عند 11 و12 بيكونوا قصيرين. تاني من 1 لحد 10 ايه اللي بيحصل؟ الضلوع بتطول، بتكون اكثر طولا، بينما عند 11 و12 يا جماعه بيكونوا ايه؟ بيكونوا قصيرين. عشان كده يا جماعه بما انه الضلوع من فوق، الضلوع من فوق يا جماعه بتبدا كالاتي: قصيره ثم تطول ثم تطول ثم تطول، فقالوا على القفص الصدري علبه مخروطيه الشكل. علبه ايه يا جماعه؟ ايه؟ مخروطيه الشكل. شكل هندسي مخروطي. ليه؟ لانه من فوق يا جماعه ماله؟ من فوق ضيق ومن تحت بينزل على ايه؟ على متسع. تمام، كلام جميل جدا. طب القفص الصدري ده يا جماعه بيتكون من كام؟ تعالى كده نشوف شكل القفص الصدري برضو معانا هنا اهو. حلو قوي، هتركز معايا كده وهتشوف القفص الصدري، هتلاقي فيه 24 ضلع. كام؟ 24 ضلع. ال 24 ضلع دول يا جماعه بنقول عليهم ايه؟ بنقول عليهم 12 زوج من الضلوع. 12 زوج من الضلوع. تمام؟ وعندنا عظمه من قدام، عندنا عظمه من قدام كده اهي ماسك فيها الضلوع، بتكون في النص هنا كده. تمام؟ دي بيسموها ايه يا جماعه؟ بيسموها عظمه القص. عظمه القص. يبقى المجموع كام؟ المجموع
25. ها، القفص الصدري علبة مخروطية الشكل. علبة مالها يا شباب؟ علبة مخروطية الشكل، تتكون من 12 زوج من الضلوع، تتصل من الأمام بعظمة اسمها عظمة مين؟ القص. ولسه عندنا شوية تفاصيل، اصبر كده عشان تاخد حاجة نظيفة. طيب صل على النبي. دلوقتي سعادتك بيقول لك ايه؟ الضلوع ديت ليها شغلانة بقى. ايه الشغلانة دي؟ بيقول لك من 1 لحد 10. أنا عندي الضلوع من 1 من الزوج الأول، من الزوج الأول لحد الزوج رقم 10. مالهم دول يا جماعة؟ دي حالة لوحديها. وعندنا من الضلوع 11 و12 دول حالة لوحديها. من 1 لحد 10 يا جماعة تتصل من الخلف بالفقرات الظهرية، وتتصل من الأمام بعظمة القص. تاني ها، عد معايا كده: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. من قدام ماسكين في عظمة اسمها عظمة القص، ومن الخلف الضلوع ديت يا جماعة ماسكة في الفقرات الظهرية، ماسكة في الفقرات الظهرية. تمام؟ طيب آخر ضلعين يا مستر، قال لك آخر ضلعين لو ركزت فيهم كده دول اسمهم ال11 وال12. ال11 وال12 مالهم دول؟ مش ماسكين في عظمة القص، امال ماسكين في مين يا جماعة؟ في الفقرات الايه؟ في الفقرات الظهرية. طيب تاني بنأكد ونقول ان احنا عندنا اخر ضلعين من تحت 11 و12، الاتنين دول يتصلوا من الخلف بالفقرات الظهرية، ومن الامام لا يتصل بعظمة مين؟ لا يتصل بعظمة القص. يبقى اذن هنقول 11 و12 تتصل بالفقرات الظهرية من الخلف، ولا تتصل بعظمة القص. من قدام يا جماعة سايبة من الآخر كده، مش ماسكة في حاجة. عشان كده الزوج ال11 وال12 بيسموها الضلوع العائمة. الضلوع يا حبيبي الايه؟ العائمة. شوية ملاحظات بقى بسيطة جدا. انت سعادتك دلوقتي لو حبيت نشرح كده ونقول لك انت عندك الزوج الأول ادي رقم 1. لو حبيت اقول لك هو بيمسك في الفقر رقم كام، هتقول لي والله بيمسك في الفقر رقم 8، اللي هي الأولى الظهرية. ليه؟ لأن أنا عندي 7 عنقية مش ماسك فيهم ضلوع، من 1 لحد 7. بعد ال7 في رقم كام؟ 8. يبقى الفقر رقم 8 ماسك معاها أول ضلع. ها، أول ضلع ده يا جماعة ماسك فين؟ لو لفيت كده أول ضلع ده يا جماعة يكون ماسك في الفقر رقم 8. طب والعنقية مش ماسك فيها ضلوع. تمام؟ الفقر رقم 8 ديت بيقولوا على ليه؟ الأولى الظهرية. يبقى أول ضلع يبقى ماسك مع الأولى الظهرية اللي هي رقم كام؟ اللي هي رقم 8. حلو. وهتمشي معايا شغال واحدة واحدة كده وهتقول لي يبقى أكيد الزوج الثاني هيمسك بالفقر رقم كام؟ بالفقر رقم 9. وأكيد هتقول لي الزوج الثالث هيمسك بالفقر رقم 10، وهكذا لحد لما نصل ونقول ده الزوج من 1 لحد 10. تقدر تحسب لي الزوج رقم 10 ده، زوج الضلوع رقم 10 ده هيمسك بالفقر رقم كام؟ اسيبك تحسبها. تمام؟ طيب حسبت حلوه قوي. تعال اقول لك بقى حاجه جميله جدا. انت سعادتك ممكن ما تحسبش، لان انت ممكن سعادتك تقول كالاتي: انا لو عايز اجيب رقم الفقره اجيب بيساوي رقم زوج الضلع زائد 7. رقم زوج الضلع زائد 7. يعني قال لي مثلا الزوج الثالث، يبقى هقول 3 زائد 7، يبقى الفقرة هتكون رقم 10. اجي كاتب 10. طب ايه ال7 دي؟ اللي هم بنزود ال7 بتوع العنقية. ال7 بتوع العنقية يا جماعة اللي مش ماسك فيهم الضلوع. كلام جميل جدا. يبقى اذا انا لو عندي بقول لك الضلع رقم 10، الزوج رقم 10 يا جماعة، الزوج رقم 10 ده هيمسك في انهي فقرة؟
هتقول لي والله هيمسك في الفقرة رقم، قولها كده احسبها معايا، 10 زائد 7 هو الزوج العاشر، يبقى كام يا حبيبي؟ ايوه برافو عليك، يبقى 17. صح، سقف لنفسك يا ابني. طيب صلوا على النبي. ناجي طيب يا مستر احنا اخر زوجين، مين بقى الزوجين مين ومين؟ تقول لي والله انت عندك الزوج رقم 11، بعد كده الزوج رقم 11 وعندك الزوج رقم 12، يا ترى هيمسكوا في انهي فقره؟ اقول لك والله ال11 هيمسك في ال18، في الفقره رقم 18 يمسك الزوج الضلع العائم الاول، تمام؟ ثم الفقره رقم 12 هتمسك، قصدي الضلع، زوج الضلوع رقم 12، زوج الضلوع رقم 12 هيمسك في الفقره رقم 19. ولو تفتكر معايا يا جماعه احنا قلنا اصلا الفقرات الظهريه بتبدا بكام؟ من 8 وتنتهي عند كام؟ 19. يبقى احنا الفقرات الظهريه اللي ماسك فيها الضلوع بتبدا بكام؟ ب8. عشان كده اول زوج من الضلوع مسك في 8، اخر زوج من الضلوع مسك في 19 يا جماعه، مسك في 19. تاني سريعا كده، احنا عندنا 12 زوج من الضلوع بيمسكوا في 12 فقره ظهريه من الخلف، ويكون ترتيبهم زي ما احنا زي ما احنا قلنا. طيب في ملحوظه برضو مهمه جدا جدا جدا، يقول لك ايه الملحوظه دي؟ خلينا في حته انه عندنا دلوقتي من 1 لحد 10. هقول لك والله من 1 ادي عظمه القص اهي، تمام؟ وعظمه القص يا شباب بيكون لها جزء فوق كده علو كبير شويه، تمام؟ راس عظمه القص من فوق كده، فهتلاقي ماسك في عظمه القص كالاتي يا شباب، ادي من تحت اهو، ودلوقتي ان شاء الله باذن الله هنقول الجزء السفلي بتاعها غضروفي. صلوا على النبي. دلوقتي ماسك من هنا عظمه اسمها الترقوه، اسمها يا حبيبي ايه؟ الترقوه، دي لسه هنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله. وبعد كده الضلوع، وبعد كده يا حبيبي الايه؟ الضلوع. طيب الضلع بيجي ازاي؟ بيجي مقوس، بيجي مقوس بالشكل ده، تمام؟ كم بقى ضلع يا حبيبي يمسك هنا؟ واحده واحده كده، 1 2 3 4 5 6 7. عندنا 7 بيتصلوا بعظمه القص، 7 ازواج، يعني دول 7 وفي على قصادهم 7. حلو. الضلع رقم 8، الضلع رقم 8 بيبقى متصل مع 7، و9 بيبقى متصل بالشكل ده كده، و10 نفس القصه كده. يبقى في الحاله ديت يا جماعه اول 7 دول متصلين بشكل مباشر، بشكل ايه؟ بشكل مباشر، يسموهم ضلوع حقيقيه. طيب 8 و9 و10، 8 و9 و10 يا جماعه بيسموه ضلوع كاذبه او ضلوع غير حقيقيه، لانها لا تتصل بعظمه القص مباشره، وانما تتصل بالضلع رقم كام؟ 7. وبعد كده 7 هو اللي بيتصل بمين؟ 7 يا جماعه هو اللي بيتصل بعظمه مين؟ بعظمه القص. طبعا في المنطقه دي احنا كده ماسكين فين؟ في العمود الفقري. ناجي بعد كده اخر ضلعين، اخر ضلعين خالص اللي هو ماسكين في الفقره رقم كام؟ 18 19. عندي ضلع اهو وعندي ضلع اهو، مش ماسكين في عظمه مين؟ مش ماسكين في عظمه القص، تمام؟ يبقى الضلع الاخر ضلعين يا جماعه، اخر ضلعين هنسميها ضلوع ايه؟ عائمه. يبقى انا عندي كده ضلوع حقيقيه تتصل اتصال مباشر بعظمه القص، ضلوع كاذبه ثم ضلوع عائمه، ثم ضلوع يا جماعه ايه؟ عائمه. الضلوع العائمه ديت جميله جدا، الناس اللي بتلعب مصارعه وملاكمه والكلام ده كله تلاقيه دايما بيضرب في الحته دي، بيضرب هنا كده في المنطقه ديت عشان ياثر على الكليه رقم 1، رقم 2 عشان يحاول يكسر الضلوع، لانه لو كسر الضلع بيعمل الم شديد جدا وبيبقى فيه صعوبه في التنفس فما بيقدرش يتحرك. فانت لو داخل خناقه، نصيحه مني ليك، اضرب على طول هنا، ما تهربش في الوش وتقعد تعور في وشه، لا اخبط عند الضلوع العائمه، والضلوع العائمه سهله مين؟ سهله الكسر. بس ما تقولش طبعا الدكتور جمعه هو اللي قال لي، يعني ما تقولش لحد، تمام؟ تعالى اوصف بقى معايا عظمه القص. عظمه مفلطحه ومدببه من اسفل، جزءها السفلي غضروفي. عظمه مفلطحه ومدببه من اسفل، جزءها السفلي ماله يا حبيبي؟ جزءها السفلي غضروفي، تمام؟ الناس اللي بتحب تاكل قراقيش كده، بتجيب صدر الفرخه وتاجي مقرقشه حته كده في صدر الفرخه، القرقوشه ديت ده غضروف، وانت بتعضعض فيها كده افتكر ان ده غضروف، جزءها السفلي غضروفي. ايضا يا جماعه لما تحب توصف الضلع، فالضلع مش عظمه مستقيمه، عظمه مقوسه تنحني لاسفل، عظمه مقوسه تنحني لاسفل، تمام؟ تبدا من فوق
تبدا من فوق بمستوى عالي وتنزل تحت بمستوى ايه؟ بمستوى اقل. عظمه مقوسه تنحني ليه يا جماعه؟ ليه؟ لاسفل. تمام، كلام جميل جدا. طيب يا مستر جمع معايا القفص الصدري عظمه قص 24 ضلع متصلين ب 12 فقره ظهريه، متصلين ب 12 فقره ايه؟ فقره ظهريه. القفص الصدري بيعمل ايه يا جماعه؟ القفص الصدري جوه كده في حاجه اسمها القلب والرئتين، يبقى مسؤول عن حمايه القلب والايه؟ والرئتين. ايضا يا شباب القفص الصدري مسؤول عن او بيساعد في عمليه التنفس. ازاي يا مستر؟ خد شهيق، تلاقي الضلوع تتحرك للامام والجانبين اثناء عمليه الشهيق، توسع لك منطقه التجويف الصدري عشان الرئه تتملي اكسجين، والعكس اثناء الزفير. خد زفير، تلاقي الضلوع دخلت لجوه تتحرك للداخل يا جماعه. تاني، تساعد الضلوع في عمليه التنفس لانها تتحرك للامام والايه؟ للامام والجانبين اثناء عمليه الشهيق، والعكس اثناء عمليه مين يا جماعه ايه؟ والعكس اثناء عمليه الزفير. ما ننساش انه الضلوع اخر جزء منها يا جماعه غضروفي عشان تسمح بعمليه الايه؟ بعمليه الحركه بتاعه الضلوع وتمدد الضلوع اللي هي بتحصل الانتفاخ او التمدد اللي بيحصل اثناء عمليه مين؟ اثناء عمليه الشهيق. وفي الاخر خالص كده يا جماعه اقول لك والله الضلع متصل بعظمه القص عن طريق جزء غضروفي. عن طريق جزء يا جماعه ايه؟ عن طريق جزء غضروفي. تمام. دلوقتي كده نفكرك كده سريعا ونقول لك انت كده درست الهيكل المحوري، والهيكل المحوري يا حبيبي دلوقتي عباره عن كام عظمه؟ قلت لي الهيكل المحوري ده عباره عن 80 عظمه اهو، 80 عظمه. تمام. 26 في العمود الفقري لان احنا اكدنا على حته العظام الملتحمه. الجمجمه وملحقاتها 29. القفص الصدري 25 اللي هم 24 ضلع وعظمه تسمى عظمه القص. ودلوقتي ان شاء الله باذن الله هنحل كده تطبيق على الهيكل المحوري، وبعد كده ان شاء الله باذن الله نكمل الهيكل مين؟ الهيكل الطرفي. افتح معايا كده مذكرتك وحل التقييم اللي عندك، وان شاء الله باذن الله وقف الفيديو، واول ما تخلص حل افتح الفيديو تاني وشوف حلك صح ولا خطأ.